يعني ايه ليزي لودنج؟ يعني اعتبره كده بالبلدي التحميل وقت الحاجه. بس قبل ما اعمل ليزي لودنج، اوكي، عايزك تلاحظ حاجه واحده هنا. عايزك تلاحظ ان احنا عندنا، ما عنديش هنا بس غير ايه من دوت جي اس. احنا شرحنا قبل كده يعني ايه بولي فيلز، بس بغض النظر هي مالهاش علاقه بالاكواد اللي احنا كاتبينها. اوكي، الكود اللي احنا كاتبينه بتاع الابلكيشن بتاعنا هو في المين دوت جي اس، معلش غيره دلوقتي. انا عشان اعمل ايزي لودنج وعشان ما احطش البرودكت موديول في المين دوت جي اس، يبقى لازم اصلا اشيله من هنا. اوكي، طب انا لو شلت البرودكت موديول من هنا، هعمل ازاي الليزي لودنج؟ بص بقى يا سيدي، هتيجي في الاب راوتنج موديول وهنعمل حاجه. هنيجي هنا هنقول للاب راوتنج موديول خد بالك، انا هيبقى عندي باص، اسمه برودكت. بس البرودكت ده عشان خاطر تعرضه انت محتاج تجيب التشيلدرن بتوعه من فين؟ من البرودكت موديول، زي ما هو عمل كده بالظبط. دي فانكشن اسمها لود تشيلدرن. في خد بالك عندي فانكشن تانية اسمها لود كومبوننت زي ما انت شايف، بس دي لو انت بتعمل ليزي لودنج لكومبوننت او ستاند الون كومبوننت. اوكي، بس احنا مش شغالين دي دلوقتي. لحد هنا كده احنا خلاص خلصنا؟ لا، خد بالك انت بتقول له لود تشيلدرن، يعني انت حطيت الباص البرودكت، فانت لازم بس هتعرض، هتحط جوه البرودكت موديول، تمام، هتحط ايه؟ بس للتشيلدرن. فده معناه ايه؟ انك انت هتاخد دي وهتشيل دي خالص، هتحط للتشيلدرن بس هنا. طيب هتلاحظ ايه بقى هنا؟ هتلاحظ هنا ان هو حط ملف جديد ومكتوب عليه برودكت موديول، فده معناه ان هو كده فصل البرودكت موديول في ملف لوحده. طب هل الابلكيشن كده شغاله؟ شغاله اهي عادي جدا، مفيش اي مشكله. طب هو ايه اللي بيحصل هنا؟ اللي بيحصل انك انت لما الاول العميل مثلا فتح الهوم بيج مثلا، اوكي، المتصفح راح نزل المين دوت جي اس، لقي فيها الاب كومبوننت ولقي فيها الكود اللي هيعرض الهوم بيج، فعرضه عادي جدا. لو تيجي تضغط على البرودكتس، اوكي، وقتها الانجولار هيقول للمتصفح لو سمحت اعمل داونلود للملف الفلاني من على السيرفر واقراه واعرض الكومبوننتس اللي موجوده. فهو لما هيجي يعرض او لما يجي ينزل البرودكت موديول ويقرا المتصفح، يقرا الكود ويلاقي عندي الفور تشايلد وفيها الراوتس، ويلاقي الراوتس دي ويسجلها في الراوتس بتاعت الابلكيشن، فيبدا الانجولار ايه؟ يعمل اللي احنا قلناه المره اللي فاتت، دور على البرودكت وجواها التشايلد بتاعته والكلام ده كله، ويعرض الابلكيشن بتاعتي عادي جدا. وبكده احنا نكون حلينا المشكله بتاعه البرفورمانس في استخدام الايجر لودنج.